السلام عليكم، معكم دكتور عمرو الصريح. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر الأجهزة اللي بقت موجودة في السوق المصري، وهو جهاز الإبروي. أجهزة الإلكتروثيرابي ممكن نقسمها لنوعين. في عندنا أجهزة المالتي كارنت، الأجهزة الكبيرة اللي بيكون فيها مختلف التيارات الكهربائية، وفي الأجهزة التانية اللي هي الأجهزة البورتابل. الجهاز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو جهاز الإبروي، وهو نوع من الأجهزة البورتابل. أشهر نوع منه في السوق هو إصدار من ضمن ماركة إبروي اللي هو EV906. EV906 زي ما هنشوفه كده مع بعض، هو عبارة عن جهاز بيتكون من 4 شانل. ال4 شانلز اللي موجودين عندنا يعني أقدر أشغل 4 قنوات مع بعض، بس ال4 قنوات اللي بيشتغلوا مع بعض بيكونوا نفس البروتوكول. يعني حضرتك متقدرش تشتغل بكل قناة ببروتوكول مختلف، هو بيكون بروتوكول موحد في ال4 شانلز. فبيبقى عندنا الجهاز بيجي معاه 4 بطاريات، بيجي لنا معاه كمان 8 إلكترودات، بيجي لنا معاه الكتالوج بتاعه اللي بيشرح فيه كل حاجة، وبيجي لنا معاه 8 أسلاك، الأربع أسلاك عفوا، وبيجي لنا معاه كمان 8 إلكترودات أدهيزف. كمان الجهاز ده بيشتغل بالشاحن الكهرباء، يعني ممكن إن أنت حضرتك توصله بالكهرباء من خلال الشاحن، أو إن حضرتك تشتغل بالبطاريات. ودي ميزة من المميزات بتاعة الجهاز اللي أنا عن نفسي بحبها، يعني إن طالما أنت جنبك مصدر كهرباء ممكن إن أنت تشتغل بالجهاز بالكهرباء عادي خالص. لكن لو أنا عايز أشتغل أي حاجة والمريض بيتحرك، أعمل أي حاجة فانكشنال، فأقدر إن أنا أشتغل بالبطاريات عادي جدا، واقدر اعمل اي بروتوكول انا عايزه. طيب ايه هي الامكانيات اللي متاحه في الجهاز ده؟ الكلام ده كله هنلاقيه في الكتالوج لو احنا حابين نعرف عنه اكتر او حابين ان احنا نقراه تاني. الامكانيات اللي هتكون متاحه عندنا، هنلاقي ان الجهاز ده 4 شانل زي ما قلنا. كل تشانل زي ما انا قلت كده تقدر انت تشغلها عادي مع بعض في نفس الوقت، بس ما تقدرش ان انت تغير البروتوكول بتاعك في كل تشانل، لا هو بروتوكول موحد بيبقى على 4 شانلز. الويف فورم بتاعتنا اللي بتبقى موجوده هي اشهر ويف فورم بتستعمل للتنس والنيورو ماسكولار الكتريكال ستيميوليشن. يعني سواء انا هستعمله للبين ميديوليشن ان انا اقلل البين، او هستعمله للماسل ستيميوليشن ان انا هعمل كونتراكشن في الماسل. فاشهر نوع عندنا هو الباي فيزيك كارنت، وبالفعل هو ده النوع اللي موجود. يعني ايه باي فيزيك كارنت؟ يعني هو تيار بيعكس الاتجاه بتاعه، يعني مفيش قطب سالب ولا موجب دائم، بمعنى ان مفيش لا قطب سالب دائم ولا قطب موجب دائم، وبالتالي ما عنديش حاجه اسمها كاثود وانود، هي حاجه بتعكس الاتجاه بتاعها. هو باي فيزيك كارنت وهو سكوير بالسز، وهي اسيمتريكال، يعني الشكل البلس اللي فوق غير شكل البلس اللي تحت، بس في النهايه هما بالانسد، وبالتالي زي ما احنا قلنا مفيش قطب سالب دائم ولا قطب موجب دائم. ده بالنسبه للويف فورم. طيب بالنسبه للانتنسيتي بتاعتنا، الشده بتاعتنا او الامبليتيود بتوصل ل 100 ملي امبير. طيب بالنسبه للبلس ويتس او البلس ديوريشن بتاعتنا، بتوصل حوالي 300 مايكرو سكند، اللي هو 3/10 ملي سكند. طيب عندنا بعد كده الريت، هو نفسه الفريكونسي، وده بيوصل عندنا لحد الأقصى بتاعه حوالي 150 هرتز. بعد كده عندنا في المودز اللي خاصة بالماسل ستيميوليشن 3 حاجات جداد: الأون تايم والأوف تايم والرامبنج. الأون تايم بيوصل عندنا لحد 90 سكند، الأوف تايم برضو لحد 90 سكند، والرامبنج بيوصل معانا لحد 8. الجهاز ده بيحسب الرامبنج كجزء من الأون تايم. في بعض الأجهزة، لو احنا جينا حتى نشوف الأجهزة المالتي كارنت، بنلاقي بعض الأجهزة بتحسب الرامب ده جزء من الأون تايم، وفي أجهزة بتحسبه إن هو حاجة منفصلة عن الأون والأوف تايم أصلا. في الإيفري واي الرامبنج بيتحسب ضمن الأون تايم. طب يعني إيه رامبنج أصلا؟ الرامبنج إن الشدة بتزيد تدريجي، بعدين أوصل للبلاتو، الشدة اللي أنا ظابطها وليكن أنا ظابط على شدة 50 ملي أمبير. 50 ملي أمبير ديت لو أنا عامل رامبنج وليكن 2، هلاقي ان التيار ساعه ما يجي يشتغل في الاون تايم مش هيوصل لل 50 ملي امبير مباشره، لا ده هياخد ثانيتين على ما يوصل لل 50 ملي امبير، وبعدين ثانيتين تانيين على ما يوصل من ال 50 للصفر تاني، ويبدا في الاوف تايم. الرامبنج بقى عندنا ان الشده تزيد تدريجي، وبعدين توصل للبلاتو اللي انت القيمه اللي انت ظابطها، وبعدين ترجع تاني. هو ده الرامبنج، الشده تزيد تدريجي وتقل تدريجي. الرامبنج هنا جزء من الاون تايم، بمعنى ان لو حضرتك عامل اون تايم 10 سكند وحاطط الرامب 2، ده معناه ان في عندي 2 رامب اب اللي احنا اتكلمنا عليهم من الصفر لحد القيمه اللي انا ظابطها في الانتنسيتي، وعندي 2 رامب داون، يبقى 2 و2 4، تشيلهم من ال10 يبقى عندي البلاتو بتاعتك 6. طيب ناخد مثال تاني، لو انا عندي الاون تايم بتاعي 20 وظابط الرامب بتاعي 4، يبقى انا عندي 4 رامب اب و4 رامب داون، هيبقى 12 من ال20، يبقى هم دول البلاتو القيمه اللي انت ظابطها. وبالتالي دايما لما حضرتك تيجي تظبط الاون تايم تبقى عارف ان الاون تايم بيشمل على الرامبنج، وبالتالي
دايما هتلاقي ان الاون تايم على الاقل بيكون ضعفين الرامبنج او ازيد. يعني مستحيل مثلا ابقى انا ظابط الرامب مثلا 3 ويكون الاون تايم اقل من 6، ده حاجه مستحيله. لازم على الاقل يبقى الاون تايم 6 اللي هو فيه 3 رامب اب و3 رامب داون، وممكن يبقى فيه جزء بلاتو فيبقى 6 او ازيد. طيب دلوقتي بقى هنشوف المودز اللي جوه الجهاز، وهنشوف كمان ازاي بقدر ان انا اظبط تيارات التنس او النيورو ماسكولار الكتريكال ستيميشن على الجهاز.